تخيل الطياره ترجع مرتين من الجو عشان واحد ربنا كاتب له الحج. تعال احكي لك الحكايه بالتفاصيل. الحكايه بتبدا عند واحد ليبي اسمه عامر، كان رايح الحج. الراجل ده نزل من سابها في ليبيا وشايل نيه الحج في قلبه ورايح يركب الطياره. وصل المطار مستعد ومبسوط. عند الجوازات قبل ما يصعد للطياره الامن وقفه وقال له معلش يا حاج مش هتقدر تركب الطياره عشان عندك مشكله في الجواز، وممكن على ما الاجراءات تخلص ما تعرفش تسافر. للاسف الناس طلعت الطياره والطياره طلعت من غيره، وهو واقف في المطار مش عايز يمشي، وحلم الحج طار مع الطيار. بتاع الامن بيساله بيقول له الطياره طارت انت لسه ما مشيتش ليه؟ قام بيقول له انا نيتي حج. وهي دي الكلمه الوحيده اللي قالها، وصدقني لو ليا نصيب هروح حتى لو الطياره طارت. المفاجاه هنا اللي الطياره رجعت بسبب عطل فني. الناس اللي حواليه اللي كانت واقفه استغربت وقالت ممكن تحصل عادي. هنا الطياره برضه اقلعت تاني ومن غيره، والمفاجاه الاكبر ان حصل عطل فني ورجعت الطياره تاني. وساعتها شركه الطيران والطيار وصلوا الخبر وقالوا مش هنطلع من غير عامر. وركب عامر الطياره وطلع على مكه عشان الحج. السلام عليكم، انا الحاج عامر المهدي منصور، حجاج عن منطقه جنوبيه، وقالوا لنا موعد الطائره الساعه 12. توكلت للمطار زي الحجاج، وقال النيه ماشي بيت الله ان شاء الله. اول ما جيت المطار ولا الوفود الحجاج تجي المطار ويستقبلوا فيهم استقبال تبارك الله، اللهم صل على النبي. خلاص جيت في الاخير في المطار محسوب اخر مجموعه، وجيت خذيت زواجي قال لي عندك مشكله امنيه في الزواج لكن بسيطه تنحلها لك. الحجاج الاخرين كملوا لهم اجراءاتهم وركبوا في الطائره. الكابتن قال بنطلع ما بنستنى، خلاص سكر باب الطائره وطلع. جاني بتاع المدير الامن المطار قال لي لو ان شاء الله غالب ان شاء الله ما يقسمت لي. قلت ان شاء الله الطائره ما تطير توجي في ماشي بيت الله ناوي النيه. خلاص ردوا قال الطائره عطل. كلموا الكابتن افتح السلوم بتاع الطائره خلي السلوم يجي يرفع الحاج اللي قاعد. قال ماني فاتح الطائره محركها والع. وجاي نفسه مدير الامن قال لي ما تكدر بالك ربك ما قسمت لي. قلت له والله مناديه ماني مروح من المطار. طارت مرتين وردت من جديد. الكابتن قال لهم والله ماني راكب كما جبتوا لي عامر. تو احنا في بيت الله الحمد لله يا رب. فكر فيها كده، في ناس بتكون نيتها صافيه ومفيش في قلبها غير الخير، وربنا يسخر السماء والارض عشان يوصلوا للي هم عايزينه. ما تستعجلش على رزقك ولا تستصغر نيتك. دعني لو نيتك لله كل تاخيره لصالحك، وكل تاجيل بيقربك للبعيد. بص يا صاحبي لما تكون نيتك صافيه ربنا هيوقف لك الطيار والملائكه والدنيا كلها عشان توصل للي نفسك فيه. خلي نيتك لله والباقي سيبه على ربنا. انا عمر عيد، سلام.